انت غلطتي فبتقولي انت حمار. ليه حمار؟ ليه اللي يغلط يبقى حمار؟ الاوفر ثينكينج والكلام، عارفه اللي هو ماله بيبص كده ليه؟ على فكره انت اموره عبيط هو جوه نفسه. عارف الكلام اللي بتقعد تقوله ما ينفعش تقوله ببقك بصوت عالي، ده اسمه الصوت الناقد. الصوت الناقد، الصوت اللاواعي، اللي هو صوت بابا وماما بس بلساننا احنا. فلو انت كنت بتغلطي ماما تقول لك يا حمار، فلما تغلطي تقولي يا حماره مش يا غبيه. هي انا اتسيستمت انا اغلط ابقى حماره، مفيش غبيه. اي جمله بتقولها لنفسك وبتقطم بيها نفسك ارجع هتلاقيها ايه اللي هم كانوا بيعملوه. مش لازم بابا وماما، بابا وماما والمدرسين والجيران والصحاب. ده سببها، لكن اوقفها ازاي؟ انا ما انت غلطتي فبتقولي انت حمار. ليه حمار؟ ليه اللي يغلط يبقى حمار؟ ده الطريقه. ليه اللي يغلط يبقى حمار؟ حاجه بقى اعلى. واحده مامتها كانت بتغني لها اغنيه وهي عمرها 6 شهور وما غنتهاش تاني. لما البنت دي كبرت وخلفت بقى بتغنيها لبنتها. ما هي كل حاجه بتتسجل والله. عارفين لما تبقوا ماشيين في الشارع وبعد كده تيجي انا حاسه اني شفته، انا متاكده اني شفت سحنه امه ده قبل كده، بيبقى ليه؟ انت شفته فعلا. فعلا ممكن تكون شفته في سوبر ماركت، مش لازم تشوفه، مش راجل مشهور. انا شفته في سوبر ماركت، انا شفته في حته كذا. فانا كده كده كل المعلومات دخلت، بس ايه؟ مش عارف اطلعها منين. يعني هي موجوده.